بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في وصفات أصيل، دائما مع تحضيرات شهر رمضان المبارك. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. حبيت نشارك معكم طريقتي في الاحتفاظ بالمعدنوس والقزبر مدة طويلة في الثلاجة بدون تعفن، والنتيجة راح تكون مضمونة. نحتاج كمية من المعدنوس، نقوه نغسلوه مليح ونخلوه يتقطر تماما حتى ينشف من الماء، يعني ما تبقى فيه حتى قطرة نتاع ماء، لانه اذا بقى فيه الماء راح تتعفن المعدنوس نتاعنا. نقطعوا كامل الكمية اللي عندي بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. قطعته رقيق. بعدها ناخذ بلارة كيما هذه، كنت عقمتها مقبل في ماء سخون وخليتها حتى تنشف، ونحط فيها المعدنوس اللي قطعناه. نحط كامل الكمية اللي عندي بهذه الطريقة هكذا. البلارة تاعي لازم تكون معقمة، وكذلك الملعقة اللي راني نحط بها تكون ناشفة، لانه هذا هو السر اللي يخلي المعدنوس نتاعي تبقى مدة طويلة، يعني انه المعدنوس نتاعي ما تكون فيها ولا قطرة نتاع ماء. كيما راكم تشوفوا نحط كامل الكمية اللي عندي هكذا، يعني حطيت كامل المعدنوس اللي قطعتها. بعدها نحط كمية من الزيت بهذه الطريقة، يعني نحط الزيت حتى تتعمر البلارة نتاعنا كيما راكم تشوفوا هكذا، يعني تتغطى كامل المعدنوس كيما راكم تشوفوا. بعدها ناخذ كمية قليلة من الملح، يعني كمية قليلة فقط، وندخلها كامل في هذيك المعدنوس نتاعنا كيما راكم تشوفوا. وبعدها نغلقوا البلارة نتاعنا ونحتفظوا بها في الثلاجة، راح تقعد لكم حتى شهر كامل. نتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي وما راكمش رايحين تندموا عليها. جربوها على القزبر كذلك. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، ونقول لكم الى اللقاء في فرصة اخرى بحول الله.